السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أخواتي معايا في فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوة التمر أولا معمول التمر اللي كتجي أكثر من رائعة. غادي نشارك معكم إن شاء الله جميع النصائح باش تنجح معكم وتجيكم فتية وتبقى لها الرشمة ديالها وتجي اللون ديالها موحد. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير، وفضلا منكم وليس أمر إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايكات ديالكم لتشجيع القناة. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نبداو بها هما المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبدة استعملوا أي نوع بغيتو. انا هنا استعملت زبده ديال العبار سونطرال. غادي نحتاج نصف كاس ديال ماء الزهر، نصف كاس ديال الزيت، عندي كاس الا ربع ديال السكر كلاصي اولا سكر الثقيل، عندي 2 معالق ديال الخل وقبيصه ديال الملحه، والدقيق عندي هنايا 700 غرام. وغادي نقول لكم بالضبط شحال غادي تاخذ ليا ديال الدقيق. غادي نجيب واحد القصريه غادي نوضع فيها الزبده، من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش هكا كتساعدكم في الخدمه ديالها. غادي نزيد عليها قبيصه ديال الملحه ونزيد الكاس ديال السكر اولا كاس الا ربع ديال السكر. هنا انا عندي غير سكر سنيده اللي طحنته حتى رجع لي على شكل بودره هو اللي استعمل. غادي ندمج هاد المكونات هادو مزيان حتى غادي يندمجوا ليا. من بعد غادي نزيد نضيف نص كاس ديال الزيت. صافي غادي نخلطو مزيان حتى غادي يندمج ليا مع الزبده. هاد الحليبه ديال التمر بسرعه كتحضر وكتجي لذيذه فتيه ما تشبعوش منها. صافي بعد ما دمجت الزيت مزيان مع الزبده وباقي المكونات غادي نزيد نضيف نص كاس ديال ماء الزهر، ومن الاحسن يكون نوعيه جيده، ونزيد 2 معالق كبار ديال الخل. الخل الدور ديالو هو كيفتي لينا هاد الحليوه هادي باش كتجينا هكا فتيه، وكيمكن لكم تزيدوا ديروا حتى 4 ديال المعالق. صافي غادي ندمج مزيان. هنا كتبغي واحد شويه ديال الوقت باش كيندمج الماء مع الزبده والزيت، تخلطوا مزيان حتى كيندمج لكم داك الماء ما كيبقاش هكا معزول بوحديتو. صافي وغادي نضيف الدقيق كما قلت لكم عندي هنا 700 غرام، لكن ما غاديش نحتاجها كامله. غادي نبدا كنضيف هكا شويه بشويه وانا كنجمع، يعني ما تدلكوهاش غير جمعوها باطراف الاصابع بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي. ما كتبغيش تدلك غير هكا كتبقاو تضيفوا في الدقيق وانتم كتجمعوا باطراف الاصابع كيف ما موضح في الصوره. انا هنا ما بغيتش نقطع يعني الفيديو باش هكا تشوفوا الطريقه ديال الخدمه د العجين باش ان شاء الله تنجح معكم. صافي كنبقى هكا كنضيف وانا كنجمع، غير هكا كندير العجين من هنا ومن هنا حتى كتجمع ليا بلا ما كندلك. الكميه اللي خدات ليا بالضبط ديال الدقيق شي 630 غرام. يعني العجينه خليوها طريه، غير كتحسوا بها يعني بدات كتجمع صافي كتوقفوا، حيت مازال غادي نمرمدوا الكويرات في الدقيق باش هكا ما كتجيناش قاصحه وكتجينا فتيه. صافي غادي نوضعها في بلاستيك ونوضعها في الثلاجه. هذه هي الكميه ديال الدقيق اللي تبقات ليا. نفوتوا باش نحضروا العقده ديال التمر اللي غادي نحتاج ليها 500 غرام ديال التمر. من الاحسن يكون نوعيه جيده باش حتى الحليوه ديالنا كتجي لنا فيها داك المذاق ديال التمر زوين. انا كنستعمل هاد النوعيه هذه كتكون زوينه قبل ما كنخدموها كتكون رطبه. ها نتوما كتشوفوا كتكون زوينه. كما يمكن لكم ديروا اي نوعيه كتفضلوا، يعني انا غير شاركت معكم هاد النوعيه هذه حيت خديتها وخدمت بها وصراحه كتجي بنينه. غادي نزيد نضيف على العقده واحد راس ملعقه ديال القرفه. كيف ما يمكن لكم ديروا حتى القرنفل حتى هو كيجي زوين، يعني كيكون هكا مطحون بحال شكل القرفه. غادي نزيد نضيف واحد المعلقه كبيره ممتلئه جيدا ديال الجنجلان اللي حمرته واحد شويه، وغادي نزيد ملعقه صغيره ديال الزبده. صافي وغادي نحتاج ماء الزهر هكا واحد شويه، يعني واحد 4 او لا حتى 5 ديال المعالق ديال ماء الزهر. غادي نبدا كنضيف ماء الزهر غير شويه بشويه، ما غاديش نستعملو كامل حتى نشوفوا العقده ديال التمر. كما قلت لكم انا هاد العقده هذه كتكون طريه، يعني ما كنحتاجش واحد الكميه اللي هي كثيره. كنبقاو كنضيفوا شويه بشويه وحنا كندلكوا فيها، راه كتكون ساهله حتى في الدليك ديالها. يمكن لكم تزيدوا حتى ديروا اللوز، يعني عوض الشنجلان ديروا اللوز مهرمش ولا ديروا الكركاع مهرمش، ولا المهم كيبقى لكم الاختيار في الاضافات اللي بغيتوا تضيفوهم للعقده ديال التمر ديالكم. هذه هي العقده، يعني بعد ما خلطتها كتكون هكا كتكون طريه، ومنين كتكوروها في يديكم راه كتكور بكل سهوله وكتكون هكا رطيطبه.
منين كنبغجوها بيدينا يعني كتحسوا بها انها كتكون رطبه. صافي غادي نشكل هاد العقده هذه، غادي نشكلها على شكل كويرات اللي يكون الحجم ديالهم 9 غرام. نفوت باش غادي نشكلها كامله، وغادي نشكل حتى العجين باش هكا ما يجيش فيديو طويل. انا غادي نشكلهم وغادي نرجع معكم بعد ما شكلت العجين كامل. العقده درت فيها 9 غرام والعجين درت فيه 16 غرام. وضروري ما نغطيو العقده ديال التمر ديالنا وحتى العجين باش هكا ما ينشفوش لينا ونشكلوهم على خاطرنا. غادي نجيب المرشم اللي غادي نشكل به. انا غادي نستعمل هاد المريشم هذا ديال المعمول. والمريشم كديروا نتوما المريشم اللي بغيتو، كديروا هذا اولا كديروا حتى داك ديال البيستولي حتى هو كيجي زوين وعملي. انا بغيت نديرو بهاد الشكل هذا، يعني الشكل القديم ديال حلوه التمر. وغادي نحتاج شويه ديال الدقيق. صافي وغادي نبدا كنشكل في الحليوات. غادي نجيب العجينه غادي نفتحها هكا وغادي ندير فيها الكره ديال التمر وكنجمع عليها هكا كنغطيها مزيان. كنمنمد ديك الكره في شويه ديال الدقيق ونوضعها في المريشم ديالنا. كنضغط عليها شويه وكنضربها هكا مع سطح العمل وكتخرج بكل سهوله. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. كنجيب العجين كنوضع فيها كويره ديال التمر في الوسط، كنجمع عليها وكنفندها في شويه ديال الدقيق. صافي وكنوضعها في المريشم وهذا هو الشكل ديالها. انا درت هذا الشكل هذا ما كيكونش محفور بزاف كما شفتوا، راه يعني الشكل ديالو ما محفورش بزاف. حتى هذا الشكل هذا كيجي زوين في الحلوه ديال التمر. يعني هادو هما الاشكال القدام، ولا بغيتو ديرها بالبيستولي حتى هو كيجي مزيان، يعني كتجي الرشمه ديالو باينه اكثر من هذا المريشم هذا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع هاد العجين هذا اللي عندي. منين كتقسموا العجين وكتعبروه يعني وكتحطوه حداكم كتجي الخدمه سهله، ما كتاخذش الوقت نهائيا، يعني بسرعه كنحضروه. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع هاد الكميه هذه اللي عندي. من بعد غادي نستفهم في واحد اللاطه وكتخليوهم كينشفوا. الا كان بالامكان انكم تخليوهم ليله كامله غادي يكون احسن، اولا كتخليوهم واحد 3 او 4 ديال السوايع، المهم ينشفوا شويه. صافي بعد ما شكلتهم كاملين، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. غادي نخليهم ينشفوا شحال ما خليتوهم مزيان، يعني الا قدرتوا تخليوهم حتى ليله كامله غادي يكون احسن. بالنسبه لي انا يعني بكل صراحه خليتهم فقط واحد 2 السوايع. صافي ومشيت نطيبهم. وليداتي الصغار مشاو كيلعبوا فيهم هكا منين لقاوهم هكاك. صافي وقلت نحيدهم نطيبهم حسن ما حسن ما غادي نلقى حتى شي حاجه منهم، اللهم انني نحيدهم نطيبهم. لهذا خليتها 2 ديال السوايع. هنا راه مازال ما نشفات، يعني راه نتوما كتشوفوا راه منين هزيتها مازال ما نشفات. صافي ودخلتها باش نطيبها. بالنسبه للطياب ديالها كنشعلوا الفران حتى كيسخن واحد شويه، يعني كيسخن غير واحد شويه. كنشعلوا على نار مهيله 150 درجه. ولا كان الفران ديال الغاز يعني كديروا عافيه اللي تكون مهيله بحال الشكل ديال الطياب ديال الصابلي. نار مهيله تكون من الاسفل فقط. كتخليوهم حتى كتشوفوهم هكا بدا كيذهب اللون ديالهم، يعني ما تخليوهمش حتى كيتحمروا، غير كتشوفوا اللون ديالهم بدا كيذهب شويه. كتشعلوا عليهم من الفوق كياخذوا واحد اللون ذهبي اللي يكون خفيف. الحلوه ديال التمر ما كتبغيش تحمر بزاف، يعني فقط تكون مذهبه بواحد اللون خفيف. صافي وكنخرجوهم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم. هنا راه خليتهم حتى بردوا مزيان، خليتهم واحد 4 ديال السوايع. خليو الحلوه ديال التمر بعد ما طيب خليوها تبرد مزيان مزيان، يعني كتبرد من برا وكتبرد حتى ديك العقده ديالها من الداخل، باش هكا منين كنفندوها في سكر كلاصي ما كتعرقش لكم. الا بقات سخونه غادي تعرق لكم، يعني وهذاك سكر كلاصي ما كيبقاش محافظ على الشكل ديالو وما كتجيش زوينه. خليوها تبرد مزيان. صافي غادي نحتاج شويه ديال سكر كلاصي اللي غادي نفند فيها هاد الحليوه هذه، وغادي نفندهم فيها ونمسحهم هكا شويه، يعني باش ما كيبقاش فيها كميه كثيره ديال السكر. وهذا هو الشكل ديالهم. هنا نشوفوا الزواقه يعني راه بقات محافظه على الشكل ديالها، واخا راه ما خليتهمش ينشفوا مزيان. خليوهم ينشفوا مزيان عاد طيبوهم غادي يكون احسن. وحتى المريشم اللي استعملت راكم شفتوا الشكل ديالو، يعني ماشي محفور بزاف، هو اصلا فيه حفرات، الحفيرات ديالو خفافين، ومع ذلك يعني بقى محافظ على الشكل ديالو. جربوا هاد الطريقه هذه بعينكم مغمضين، راه كتجي حليوه اللي هي زوينه وكتجي فتيه
ما تشبعوش منها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نفند هاد الحليوه هذه كامله. من بعد كتحتفظوا بها في واحد السبيره اللي تكون محكمه الاغلاق، وكديروها هكا غير في شي بلاكار ولا، وكتخليوها يعني ما كندخلوهاش للثلاجه باش ما كيتنداش ليها السكر ديالها. يعني كنوضعها هكا غير في واحد السبيره، وكنوضعها في شي بلاكار هكا ولا في شي بلاصه. راها كتجي اكثر من رائعه، بالخصوص منين كتبات، يعني ماشي في النهار ديالها، انا راه فتحتها معكم في النهار ديالها. منين كتزيد تبات يعني كتولي فتيه اكثر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه اللي حضرت معكم اليوم، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نفتح معكم وحيده باش تشوفوها من الداخل. صراحه كتجي اكثر من رائعه، كتجي زوينه، كتجي لذيذه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. ولا عجبكم ما تنسونيش اخواتي من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتنضموا للقناه الا كنتم مازال ما انضميتوا ليها، وتفعلوا زر الجرس باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد. تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب لتشجيع القناه. مبقى لي الا نقول لكم مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.